أهلا وسهلا بكم في قناة أحمد حكايات. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات. ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذه؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. أقوى فارس في الجاهلية الذي قتله سيدنا علي رضي الله عنه هو عمر بن عبد بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العامري القرشي. وقد كان عمر بن عبد ود العامري القرشي من أشجع الفرسان العرب في الجاهلية. كان من أبطال قبيلة قريش التي قيل إنها كانت تساوي أكثر من 1000 جندي. كان قائد المشركين في غزوة الخندق كان يسمى فارس يليل، ولهذا اللقب قصة، وهي أنه كان في إحدى الليالي يسير بفرسه مع عدد من أصحابه، فهجم عليهم 10 فرسان في واد، فهرب جميع أصدقائه وثبت هو وحده يصارع الفرسان، وكانوا عصابة من قطاع الطرق، وانتصر عليهم وحده، فسمي من ذلك اليوم فارس يليل. وكان معروفا في الجزيرة العربية بقوته، وكانت العرب تهابه وتخاف منه، وهو من المشركين ال5 الذين عبروا الخندق في غزوة الخندق وقد تجاوزت 80 سنة. كان عمرو بن ود يطالب المسلمين بأن يخرج له أحد يقاتله ولم يجبه أحد. وذكر الشبلنجي في كتابه نور الأبصار أبياتا لعمرو يقول: ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز ووقفت، إذ وقف الشجاع مواقف القرن المناجز، وكذاك إني لم أزل متترعا قبل الهزا هاز. إن الشجاع في الفتى والجود من خير الغرائز. حتى انبرى علي بن أبي طالب بعدما أذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: الأبيات التالية: لا تعجلا فقد أتاك مجيب صوتك، غير عاجز ذو نبهة وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة، الجنائز من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فسعى علي نحو عمرو حتى انتهى إليه، فقال له: يا عمرو، إنك كنت تقول: لا يدعوني أحد إلى 3 إلا قبلتها أو واحدة منها. قال: أجل. قال علي: إني أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تسلم لرب العالمين. قال: يا ابن أخي، أخر هذا عني. فقال: أما أنها خير لك لو أخذتها. ثم قال علي: ها هنا أخرى. قال: وما هي؟ قال: ترجع من حيث أتيت. قال: لا تحدث نساء قريش عني بذلك أبدا. قال علي: ها هنا أخرى. قال: وما هي؟ قال علي: أبارزك وتبارزني. فضحك عمرو وقال: إن هذه الخصلة ما كنت أظن أحدا من العرب يطلبها مني، وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك، وقد كان أبوك نديما لي. فقال علي: وأنا كذلك، ولكني أحب أن أقتلك ما دمت أبيا للحق. فحمى عمرو ونزل عن فرسه وضرب وجهه حتى نفر، وأقبل على علي مسلطا سيفه وبادره بضربه، فنشب السيف في ترس علي فضربه علي. قال جابر الأنصاري رحمه الله: وتجاولا وثارت بينهما فترة، وبقيا ساعة طويلة لم أرهما ولا سمعت لهما صوتا، ثم سمعنا التكبير فعلمنا أن عليا قد قتله، وسر النبي سرورا عظيما لما سمع صوت بمقتله، وكبر وسجد لله تعالى شكرا، وانكشف الغبار وعبر أصحاب عمرو الخندق، وانهزم باقي المشركين، فكانوا كما قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. ومن الجدير بالذكر إن أخته عمرة بنت عبد عندما بلغها مقتل أخيها انشأت ترثيه: لو كان قاتل عمرو غير قاتلاه بكيته ما أقام الروح في جسدي، لكن قاتله من لا يعاب به. وكان يدعى قديما بيضة البلد. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي.